نبدا بالفول السوداني اولا الكاوكاو اللي كتجي رائعه في المذاق ديالها واللي كيحماقوا عليها الوليدات الصغار وعلاش لا حتى الكبار. ولا كنتي اول مره كتشاهدي الفيديو ما تنسيش تابوني عندي في القناه باش يوصلك اي جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم زبده بالفول السوداني اولا الكاوكاو اللي كتجي رائعه في المذاق ديالها واللي كيحماقوا عليها الوليدات الصغار وعلاش لا حتى الكبار، فكتجي هائله. ما نعاودش لكم على المذاق ديالها. فهنا غادي نحتاجو تقريبا واحد نصف كيلو ديال الكاوكاو اللي بلا قشره، يعني 500 غرام ديال الكاوكاو. غادي نضيفوا عليه واحد معلقه كبيره حتى المعلقه ونصف ديال زيت المائده. غادي نوضعوها في الكاوكاو باش غادي ندهنوا هذاك الكاوكاو بداك الزيت باش غياخد لينا واحد اللوين فاش غيتحمر لينا في الفران. هنا غادي نحاولوا ندهنوا داك الكاوكاو بداك الزيت. بصراحه هاد الوصفه راه كتجي رائعه، ما نعاودش لكم على المذاق ديالها كيفاش كيجي. هنايا من بعد ما دهنا هذاك الكاوكاو غادي نوضعوه في اللاطه باش غادي ندخلوه الفران، ومره كنقلبوه وكنحركوه باش ما يتحرقش لينا في الفران، لانه راه دغيا كيتحمر في الفران ودغيا كياخد هذاك اللوين. وهذا هو اللون اللي كنحصلوا ليه بعد ما تحمر لينا في الفران. يعني من بعد ما تحمر في الفران خرجناه غادي ندخلوه نحطوه في الخلاط الكهربائي. يعني الخلاط الكهربائي او لا الهشوار، في اي آلة يمكن لك تستعمليها. هنا خديت الهشوار غادي نطحن فيها هاد الكاوكاو هذا، وغادي نحاول نطحنو ونوقف شويه. يعني كنطحن وكنوقف شويه، ما نحاولش نستمر فيه يعني باش ما يوقفش، يعني ديك الهشور ما توقفش، لان الكاوكاو راه تيكون بحد ذاته كيكون سخون شويه. فمن بعد ما طحنا هذا الكاوكاو هذا يعني ما بقاش محبب كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف ليه هنا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك حتى واحد معلقه صغيره ديال القرفه كتعطينا غير النكهه في هاد الكاوكاو. واللي ما كيبغيش القرفه يمكن ليه يستغنى عليها. ونعاود نطحن المره الثانيه باش نحصل على داك القوام اللي بغيت في هاد الكاوكاو هذا. نعاود نطحن المره الثانيه وفي نفس الوقت كنوقف وكنطحن كيف ما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما طحن المره الثانيه غادي نحاول غادي نحيد عليه هذا نشوفوا واش طحن مزيان. فهنا كيبان لي انه باقي ما وصلش داك القوام اللي بغينا، فهنا غادي نعاود نضيف عليه تاني هنا معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. واللي ما كيبغيش يعني يضيف ليه الحلاوه يعني يمكن ليه يستغنى عليها، فقد يكتفي غير بالملح والقرفه. غادي نضيفو كذلك حتى معلقه كبيره ديال زيت المائده. اللي كيبغي الحلاوه يمكن ليه يزيد معلقه حتى لجوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، واللي ما تيبغيش يكتفي غير بمعلقه واحده كبيره. غادي نعاود تاني نطحن المره الثالثه حتى غادي نحصل على داك القوام اللي بغيت في الكاوكاو. يعني بعد ما طحنته في الخلاط حيدته من داك الخلاط ووضعته هنا في هذا الاناء هذا هو القوام اللي بغينا ديال هاد الزبده اللي كتكون بهذا الكاوكاو هذا. فما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش قاصح بزاف، يعني كيكون القوام ديالو ما بين كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نوضع هاد الكاوكاو هذا اللي طحنا غادي نوضعوه هنا في هاد السبيره هادي، سواء ديال البلاستيك سواء ديال الزجاج، فراهما مزيانين. غادي نوضع هاد الكاوكاو في هاد السبيره هادي باش غادي نحتفظوا به هنايا.
فكيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيف داير، فهذا هو القوام اللي بغينا في هاد الزبده اللي كتكون ديال الفول السوداني اولا الكاوكاو. فهذه هي الطريقه ديالها. فغادي نوضعوها في الثلاجه، وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الزبده بالفول السوداني اولا الكاوكاو، اللي كتجي رائعه في المذاق ديالها وكيحماقوا عليها الوليدات الصغار وحتى الكبار، علاش لا. فراك ما نعاودش لكم على المذاق ديالها. فيمكن لك تستعمليها في الخبز، كيف يمكن لك تستعمليها حتى في الكيك، فراه كتجي رائعه في المذاق ديالها. فكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه والطريقه اللي شاركتها معكم. ما تنسونيش بالتعليقات ديالكم الزوينين اللي كيحفزوني انني نزيد نحط لكم المزيد. فالى فيديو اخر ان شاء الله.